السلام عليكم. صحة رمضانكم. انا دائما في البوراك ديالي عندي لاباز ديالي هي كريم فروماجير ونضيف لها لافاس كيما نحب، يعني حسب الرغبه ديالي ولا الرغبه نتاع افراد العائله ديالي. اليوم راح نشوفوا مع بعض الكريم فروماجير اللي درتها في البوراك وتانيت لافاس اللي درتها لنهار اليوم. ما تنساوش اللايك للفيديو اذا عجبكم فضلا وليس امرا. يلا بسم الله. عندي كاس حليب تاع 220 مليلتر، حبة بيض، زوج مغارف مايزينا هما في زوج يوزنوا 20 غرام، مغرفة كبيرة مارغرين طرية، نخلط بارد في بارد، نديرها فوق النار، نبقى نخلط فوالا هكذا حتى تذوب لي لا مارغرين وتاني تبدا تتقال. فوالا شوفوا هنايا راهي بدات تتقال لي هكذا. هذه الكريمه بزاف هايله ودائما نديرها في لي سالي، يعني في صوص فرomاج ولا يعني نديرها في كلش. فوالا شوفوا دوك ما تخافوهاش، ما راهيش رايحه تبركس لكم. عاود تجبد الفوي وراي نحركها فوق النار. شوفوا شحال جاتني ليسه. فوالا ها شوف هكذايا، ونخليها حتى تبقبق باش تطيب لي هذيك لا مايزينا. فوالا توجور النار تكون قليله. دوكا ها شوفوا كيفاش يتبقبق، لازم تبقبق هكذا. دوكا نزيد لها 100 غرام تاع فرomاج. اذا كان الفرماج تاعكم من نوعيه جيده نحوها من النار وديروها هكذاك خارج النار، واذا كان الفرماج تاعكم شويه شويه اللي ما يذوبش يعني تمدم، ديروا هكذا فوق النار وبقاو تحركوا فيها. شوفوا شحال جات ليس هايله. الفرماج خيروا النوعيه اللي حبيتو. دوكا نزيد لها لي زيبيس اللي هما فلفل الكحل وايبيس خاص بالفرomاج، ونحركها. درتها في بول، غلفتها بالفيم اليمونتير ونخليها تبرد. لازم تخلوها تبرد مليح. دوكا اللي تزيدوا لها كي تبرد زيدوا لها لا فاس اللي حبيتو، تحبوا بولي عشيد فيوند عشي كيما تحبوا. انا درت لها السلق. فوالا درت الوok ديالي يسخن، ضفت السلق ديالي قطعته هكذا. فوالا هو غير نغطيه، غير يشم هذيك لا فابور ديالو راح يطيب. لازم نغطيوه. فوالا وكي شتو بلي طاب نحيت له الغطاء ديالو ونخليه يشرب كامل هذاك الماء ديالو اللي طلقولي. فوالا راح نزيد عليه باش يجيني بنين. تحبوا سكالوب ولا انا درت مرسو صغير تاع بولي قطعته هكذا صغير، درت شويه زيت كما قلت قطعته صغير، بديت نحرك فيه ودرت له الملح وفلفل الكحل. هذا ما كان في نفس الوقت ديروا له المقله ولا نديروا مغرفه صغيره تاع زبده ولا مارغرين ونديروا بصل مرابي ولا مقطع رقيق. فوالا هذيك نخشي نحيته من بعد. فوالا باسكو ضربته في البغا. نحرك حتى يدبل البصل. كي يدبل لي البصل نرجع عليه هذاك السلق. فوالا اللي كنت عصرته درتو يتعصر، طلق كامل هذاك الماء ديالو ونحركهم مليح هكذا. نزيدوا له الملح ونزيدوا له فلفل كحل، وهنا نروح ندير شويه ايبيس خاص بالدجاج يجي بنين في السلق، باسكو عندي بولي معاه. فوالا ونقلب فيه هكذا خلاص ونخليه يبرد. فوالا هكذا لازم يكونوا لي ميلونج كامل يكون بارد. دوكا السلق نزيد له هذاك البولي اللي كنت فتتو ما خليتوش هكاك مربعات. هنا نزيدو لا كريم فرomاج ديالي. فوالا لازم تكون بارده، لو كان تخلوها تبرد اكثر من ديالي هذه راح تجيكم ثقيله هايله. فوالا نزيد ونقلب هكذا، نقلبها مليح. فوالا تجي معلكه لا فارس تجي هايله. انا زدت لها السلق نزيدو واش حبيتو. فوالا نقلبها بيان هكذا. فوالا دوكا البوراك ديالي ولا الورق الديول طويتهم كما راكم تشوفوا.
فوالا. ونحط لافارس ديالي في الوسط ونرولي، شوف هكذايا نروليهم. فوالا. وهذاك الطرفاني باسكو انا شوفوا الديول ديالي شويه جاوني يابسين على الطرف، نطويهم للداخل ما نرميش ولا نقطعو، وندير كل اليمونتير بالفارينه وشويه ما كما كامل نعرفوها، ونطوي البوراك ديالي هكذا. شوفوا جاوني على حبه ما شاء الله هكذا. هادو تاع السلق انا ما طيبتهمش اليوم، انا دائما ندير كونتيتي داروا لي 13 حبه. فوالا الباكيجه فيها 13، توجور نديرهم في بواط هرميتيك ونديرهم في كونجيلاتور. هذه لاستيوس باش يجوكم كروستيون كي تقلوهم. وشوف نفرق ما بيناتهم، كما انا ناكل ندير 6 كل يوم، عندي 6 بوراكات، ندير 6 من تحت وندير بلاستيك ولا ساشي، وندير 6 من الفوق ونعاود ندير ساشي ونديرهم في كونجيلاتور. كي نحب ناكل وقت اللي راح نقليهم نجبدهم من الكونجيلاتور ديراكتومون في الزيت، ويحب الزيت مليح. فوالا هكذا باش يجوكم كروستيون، باسكو لو كان تخلوهم يديكونجلاو راح يطلقوا الماء ويجو معجنين. فوالا. ما تنساوش لايك الفيديو اللي عجبكم. السلام عليكم.